الفيديو ده إن شاء الله إحنا هنتكلم مع بعض عن أهم مشكلة بتقابل طالب ثانوية عامة، وهي أكون باحل في الحصة كويس أوي، وبعد كده أرجع أحل الواجب ألاقي أسئلة كتير أوي بتقف معايا، فما باعرفش أحلها وأفضل مكاني. وعلشان نحل المشكلة دي أول حاجة أنت هتعملها هتراجع سبورات الحصة كويس أوي، لأن المدرس بيكون حالل فيها أسئلة كويسة، هتبدأ تراجعها كويس أوي مش مجرد تنقلها، لأ أنت هتبدأ تراجعها وتذاكرها كويس في كراسة لوحدها. تاني حاجة هتعملها وهي هتجيب كراسة هتكون كراسة خاصة بالمادة لوحدها، تبدأ تلخص فيها القوانين أو الأسئلة المهمة اللي اتشرحت في الحصة وتكتبها بخط إيدك تاني بحيث إن أنت تراجعها ويبقى معاك القوانين دي دايمًا وما تستغناش عنها. هتبدأ تحل الأسئلة اللي هي كانت محلولة أصلًا في الحصة، والأسئلة المحلولة هتبدأ تحلها أنت تاني، مش مجرد تحفظها، لأ أنت هتبدأ تحلها تاني بحيث إن أنت تمرّن إيدك على الأسئلة دي، وبعد كده يكون الأسئلة بالنسبة لك سهلة بقى، فأنت بتحل على طول ومتدرب. بعد كده تعالَ حل واجبك في نفس اليوم وما تأجلش الواجب، لأن أنت فعلًا هتكون already أنت فاهمه أو فاهم أجزاء كبيرة جدًا. ابدأ حل واجبك، والأسئلة اللي أنت مش فاهمها ابدأ روح للمدرس هيفهمها لك واحدة واحدة، ما تتكسلش أو ما تتكسفش، حتى لو هتسأل سؤال المجموعة كلها عارفاه، فلأ الموضوع ده هيفرق معاك أنت شخصيًا، أن ما تكونش لأ أنا مكسوف، لأ ده المجموعة كلها حلّته، ما لكش دعوة، لأ أنت فعلًا روح قُل للمدرس أنا مش عارف السؤال ده كذا، هيرد عليك وهيفهمه لك، بحيث أنت هيكون عندك ثقة بنفسك كويسة أوي، وبعد كده هتقدر تحل الأسئلة السهلة في المتوسطة في الصعب، ويبدأ مستواك يعلى تدريجي واحدة واحدة. ابدأ حل من الكتب الخارجية زي كتاب المعاصر أو كتاب الامتحان، أو حتى في كتب كويسة جدًا زي نيوتن أو كتاب التفوق ده طبعًا في الأحياء، فابدأ حل ما تعتمدش على المذكرة أو الكتاب اللي المستر بيديه لك، لأ أنت هات أسئلة تانية وابدأ حلها، خلّي معاك أسئلة حصيلة معلومات كويسة جدًا، ما تحلش أي كتاب بمجرد اللي هو أنت بتحله وخلاص، حاول تنقي الكتب اللي هي المفيدة، وبرضك هانزل لك فيديو بعد كده بالأهم الكتب اللي أنت ممكن تشتريها وما تعطّلش نفسك وتكون يعني كويسة وقريبة للامتحان. حل أسئلة كتير واستفيد واتعب، معلش تعالَ على نفسك شوية، بس بعد كده أنت هترتاح في المواجهة. ابدأ ابحث على اليوتيوب عن أهم الإجابات أو أهم الأسئلة للكتب اللي أنت عايز تحلها، هتلاقي آلاف المدرسين بتحل الكتب دي، هتبدأ تستفيد منها، ما تعتمدش إن أنت تقعد تتفرج على شرح بس أو حل بس، لإنك أنت كده مش هتفهم حاجة أو مش هتستفيد حاجة، لأ بالعكس ابدأ حل أنت بنفسك، وبعد كده الأسئلة اللي أنت ما فهمتهاش أو ما لقطتها أو ما عرفتش حتى تحلها، ابدأ شوف اليوتيوب مليان مدرسين حرفيًا هتساعدك كتير جدًا، وبرضك لو أنت عايز يعني أهم المدرسين اللي أنا تابعتهم في حل الكتب ممكن برضك أنزّلهم لك تحت في الdescription هيكونوا كويسين أوي بالنسبة لك. نهاية الفيديو ده يا شباب لو أنت استفدت حتى لو بمعلومة صغيرة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتعمل شير للفيديو ده عشان غيرك يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.